وبرهامي اللي اصبح ضيفا دائما على وسائل الاعلام، كل يوم ليه تصريح برهامي، كل يوم ليه تصريح جديد. ولما بنحاول ناخد تعليق بدات حزب النور يقول لك احنا ما بنعلقش على وانتوا سمعتوا معانا الدكتور شعبان عبد العليم قال ان انا ما اعرفش اي حاجه على التصريحات دي، ورفض ان يعلق عليها اطلاقا. بيقول برهامي الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه ان المشير عبد الفتاح السيسي غير مسؤول عن الدماء التي سالت خلال فضي اعتصامي رابعه والنهضه. ماشي، رغم ان حتى الصباحي يعني بعد ما قال التصريحات بتاعته رجع بعد 24 ساعه حاول يعدلها، لانه اكتشف انها يعني حكايه هتتمسك عليه ابد الدهر، وانه كذب لا يمكن انه يتم التجاوز عنه. فاول يوم قالها كان حصلت اندفاع الصباحي وقال ان هو الحكايه وان ده طبيعي وحاول ينكر موضوع رابعه تماما. تاني يوم حاول يعدلها لانه اكتشف ان مش شمس اغسطس في مصر، لا على خط الاستواء. ولكن دكتور ياسر برهامي شايف ان السيسي غير مسؤول عن الدماء التي سالت خلال فضي اعتصامي رابعه والنهضه. تيجي تقف على جنب تقول له طب يا شيخنا، يعني بالنسبه حضرتك بتاع ده الامام اللي مسؤول عن الناس، مش هيرد عليه. عمر عمر الخليفه رضي الله عنه قال يعني لو بغله عملت في العراق ما كنش مسؤول عنها. تقول طب حضرتك بالنسبه لمرسي اللي بيتحاسب بسبب اللي ماتوا عند الاتحاديه في يوم تاريخي، ده مش حاكم. طب حضرتك يعني اي حاجه يا دكتور ياسر، يعني اي اجابه حضرتك نقدر نلاقيها للحكايه؟ مفيش. ماشي. واضاف برهامي خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب النور امس لدعم السيسي في سوهاج بحضور عدد من قيادات الدعوه السلفيه انه لا يعتقد ان يقوم كل اعضاء الدعوه السلفيه بمنح صوتهم للمشير، لانهم خدوا بالكم مسلمين ودنهم للجزيره على حد قوله. يعني الراجل كل جمله محتاجه، قال لك مش كل السلفيين هيدوا لان في ناس منهم مسلمين ودنهم للجزيره. فهو يعني لا، سلموا ودنكم لدكتور ياسر ولا مانع اذا كان ذلك في مصلحه البلاد. بجد بدون اي سخريه، ولكن الجمله الاخيره دي بتفكرني اضرب يا باشا اضرب، ما فيهاش حاجه، احنا فدا البلد وحبايب البلد وناس البلد. يا عم دي احنا مش هتطلعونا